عايزكم تتخيلوا معايا راجل كلنا نعرفه انه كان عبقري وطور الصناعة في العالم كله، لدرجة ان مصانع العالم لحد النهاردة بتشتغل بالسيستم اللي هو طوره. لكن الراجل ده كان ليه جانب مظلم، لدرجة ان في يوم من الايام امر مديرين المصنع ان هم يضربوا العمال بالنار. كان بيعامل ابنه وحش وبيذله لحد ما موته. النهاردة هنحكي قصة هنري فورد. القصة بدأت يوم 30 يوليو سنة 1863. اتولد هنري فورد في منطقة ديربورن في ولاية ميشيغان في أسرة كلها بتشتغل في الزراعة. لكن هنري كان بيكره الزراعة بشكل عام، وبان من سن صغير انه بيحب يفكك اي حاجة ويعرف بتشتغل ازاي. بوظ ساعات كتير وادوات زراعية بعد ما فكها، لكن واحدة واحدة اتعلم ازاي يركبهم تاني ويشغلهم بشكل طبيعي. ولما دخل المدرسة حس ان التعليم ده حاجة ملهاش لازمة، وان تفكيك الاشياء واصلاحها هيكسبه خبرة تفيده اكتر في سوق العمل. وده اللي خلاه يسيب المدرسة في المرحلة الاعدادية. وبعد ما ساب المدرسة والده حب يختبره، اداله ساعة جيب كانت متطورة شوية عن الساعات اللي هنري اشتغل عليها قبل كده، كان فيها تروس كتير وسوست اكتر. وقال له لو انت سبت المدرسة عشان المجال اللي بتحبه، وريني ازاي هتفكك الساعة دي بالكامل وترجعها تاني. لكن هنري فاجئ والده لما بعد ساعات بسيطة قدر يفكك الساعة بالكامل ويوريها له، وفي دقايق بسيطة أعاد تركيب الساعة وشغلها زي ما كانت بالظبط. وبعد الموقف دوت هنري تعرف إن هو أحسن واحد يصلح ساعات في المنطقة، وكان في ناس كتير بتجيب له ساعات وبتدفع له فلوس عشان يصلحها، وده كان شغله ومصدر دخله الأساسي وقتها. وبعد فترة بسيطة هنري راح مع والده مدينة ديترويت، وفي المدينة شاف منظر غير حياته للأبد. شاف أول عربة من غير أحصنة، عربة بتشتغل بالمواتير البخارية. العربة دي كانت جرار والد هنري كان بيحاول يفرجه عليها عشان يشد انتباهه اكتر ان انت ممكن تشتغل على الحاجات الميكانيكية اللي بتحبها جوه نطاق المزرعة. والد هنري كان لسه معتقد ان هنري ابنه الاكبر وهو اللي لازم يشيل المزرعة من بعده. لكن هنري تفكيره كله كان في حاجة واحدة، ازاي يسيب المدينة الزراعية بتاعة والده ويشتغل في ديترويت في انتاج العربيات. وبعد اسابيع والده اتفاجئ ان هنري هيسيب البيت عشان جات له شغلانة في ديترويت. حصلت مشادة كلامية جامدة بينهم انتهت بان هنري ساب البيت ومشي. هنري ساب البيت بخناقة، لكن كان كله أمل إنه هيعيش في المدينة اللي نفسه يشتغل فيها. وبالفعل بدأ الشغل، لكن بعد أسبوع واحد تم فصله عن العمل. في اللحظة دي هنري حس إن كل حاجة بتتدمر حواليه، جعان ووحيد وقاعد في الشارع بدون مأوى. لكن الحاجة اللي أنقذته إن والده كان ليه صديق شغال في ورشة ميكانيكا في مدينة ديترويت، ووالد هنري كلم صاحبه عشان يشغل هنري معاه. هنري كان بيشتغل في ورشة الميكانيكا الصبح وبيشتغل في محل جواهرجي بالليل، وأثبت كفاءة كبيرة في وقت قصير في الشغلانتين. لكنه كان بيحب شغل الميكانيكا أكتر بكتير. شغله في ورشة الإصلاحات علمه يتعامل مع أنواع كتير من المواتير البخارية، إزاي بتشتغل وطرق إصلاحها وإزاي يعلي من كفاءتها. وده كان مهم جدا لهنري عشان يتحول من ميكانيكي مبتدئ لواحد من أشطر وأقوى الميكانيكية في مدينة الصناعة ديترويت. وبعد فترة بسيطة جه لهنري عقد عمل من شركة ويستن هاوس للإصلاحات الميكانيكية، وكانت الوظيفة المعروضة عليه ميكانيكي مواتير بخارية. وكالعادة هنري أثبت كفاءة كبيرة في الشغل الجديد. لكن هنري كان حلمه أكبر من كده. هنري كان عايز كل أفراد الشعب يملكوا نوع من أنواع العربيات. المشكلة إن كانت العربيات البخارية وزنها تقيل جدا وحجمها كبير جدا ومش عملية للفرد العادي. وهنري قضى شهور يحاول يرسم ديزاين للعربات البخارية بحيث تكون عملية في الحجم والوزن، لكن بدون فائدة. وفي يوم كان هنري بيألف في مجلة، وكان في مقالة مكتوبة عن موتور جديد، نوع جديد من المواتير ما بيشتغلش بالفحم لكن بيشتغل بالوقود. وزنه أخف كتير من المواتير البخارية وبيدي قدرة حصانية ممتازة. في البداية هنري مهتمش بالموضوع وحس ان ديت مجرد مقالة بتبالغ في أداء الموتور. وبعدها بأشهر في مزارع صديق والد هنري قال له أنا محتاجك في شغل في المزرعة، عندي موتور فيه مشكلة وعايزك تصلحه. فهنري بكل عفوية بيجهز عدته وبيقول للمزارع ايه نوع الموتور البخاري اللي عندك. قال له أنا ما عنديش مواتير بخارية، أنا عندي موتور بالوقود. ودي كانت أول مرة هنري يشوف موتور بيشتغل بالوقود في الحقيقة، واتفاجئ بحجمه الصغير ووزنه الخفيف نسبيا والقدرة الحصانية الكبيرة اللي بيطلعها مقارنة بالمواتير البخارية. هنري بدأ في إصلاح الموتور
لكن كان في دماغه فكرة واحدة بس، هو ده الموتور اللي ممكن يخلي العربيات تتصنع بسهولة وبكميات كبيرة. حاول يفهم الموتور بيشتغل ازاي بالظبط وازاي يصنع موتور خاص بيه، لان دي هتبقى الحلقة الأخيرة عشان هنري يعمل أول عربية باسمه ويحقق الحلم اللي حلمه أول مرة راح مع والده ديترويت. الموضوع أخد من هنري سنين، لكن في النهاية قدر يصنع موتور بيشتغل بالوقود حجمه صغير ووزنه خفيف. وبدأ هنري بسرعة يصنع عربية يركب فيها الموتور ده. العربية كانت بدائية وبسيطة جدا، جاب عجلتين وربطهم بشاسيه مربع وركب عليهم الموتور وبدأ يجربه. ومع ان كان في شركات سبقت هنري في انتاج العربيات اللي بتشتغل بالوقود، الا ان السيارة البسيطة اللي صنعها هنري بالموتور الخاص بيه كانت اسرع منهم كلهم، وسمى العربية البسيطة دي الكوادرسايكل. وهنري قدر يبيع العربية بتاعته ب$200 وبدأ شغل على طول لإنتاج العربية التانية. العربية التانية أخدت من هنري وقت طويل حوالي 3 سنين، لكن في النهاية لما طلعت كانت عملية أكتر بكتير والموتور بتاعها أنعم بكتير من العربية الأولى. لكن هنري شاف ان صناعة السيارات بالطريقة دي بتاخد منه وقت كتير جدا، وان هو محتاج مصنع عشان يقدر يصنع العربيات بكفاءة اعلى. فبدأ يجمع مستثمرين وخد اكبر مخاطرة في حياته وقتها، وهو انشاء المصنع الخاص بيه. الشركة كان اسمها ديترويت اوتوموتيف براس مال $15,000 من 12 مستثمر، والشركة بدأت العمل في اغسطس سنة 1899. واول ما المصنع ابتدى شغل اجتمع المستثمرين مع هنري في الشركة وناقشوا معاه سياسة الشركة هتبقى ماشية ازاي. المستثمرين كانوا شايفين ان العربيات بشكل عام هي للأغنياء بس، فطلبوا من هنري يعمل لهم موديلات بأشكال كتير وهيبيعوا العربيات بسعر غالي حتى لو كانت عربيات مش عملية. وده الكلام اللي معجبش هنري كان بيركز ان كل عربية لازم تكون كل تفصيلة فيها معمولة بشكل ممتاز، مفيش اي خطأ، وده اللي كان بيخلي العربيات بتاخد وقت كتير في المصنع. وده كان بيضايق المستثمرين عشان ما بيقدروش يبيعوا العربيات بالكميات اللي عايزينها، فبيضطروا يبيعوها بأرقام عالية جدا عشان يعوضوا الوقت اللي ضاع في أرباح أعلى. كل همهم كان الفلوس، لكن هنري كان كل همه إن المنتج يكون ممتاز. وده اللي خلى الشركة تتفكك سنة 1901 بسبب السياسات المختلفة ما بين المستثمرين وما بين هنري. وبعد فشل أول بيزنس خاص بيه، هنري رجع يشتغل في ورشته القديمة تاني، ورجع يركز على صناعة عربية واحدة هو اللي يصنعها من الألف إلى الياء. وتحدى كل اللي حواليه لما قال لهم ان اول ما العربية دي تخلص انا هدخل بيها سباقات. سباق العربيات في الوقت ده كانت حاجة لسه جديدة، لكن هنري كان عنده فكرة عبقرية. كل المنافسين بيركزوا على زيادة قوة الموتور عشان يكسبوا السباقات، وده اللي كان بيزود وزن العربيات كتير. لكن هنري كان عنده فكرة تانية، انا عايز اخف وزن العربية قدر الامكان، لانه كان شايف ان العربيات الخفيفة وقتها هتكسب السباقات بسهولة. ولما خلص العربية دي كانت عربية خفيفة جدا بموتور 2 سلندر بيطلع 27 حصان. العربية دي كسبت كل السباقات اللي دخلتها في مدينة ديترويت واكتسحت كل المنافسين، لدرجة ان المستثمرين اللي كانوا مع هنري في شركته الأولية حاولوا يتواصلوا معاه تاني لما حسوا ان وجهة نظر هنري هي اللي صح، عربيات خفيفة بسعر قليل وللناس كلها. فتواصلوا معاه مرة تانية عشان يعملوا شركة من جديد. هنري كان متردد في الأول ان هو يرجع يشتغل مع نفس المستثمرين اللي كانوا معاه في الشركة الأولية، خصوصا بسبب الخلافات الكتير اللي كانت بينهم. لكن عشان المستثمرين يقنعوه ان وجهة نظر هنري هي اللي صح وهي اللي هتمشي في الشركة، قالوا له هنسمي الشركة هنري فورد كومباني. وفعلا هنري اقتنع بالكلام وتم إنشاء شركة هنري فورد. وكان الهدف الرئيسي للشركة صناعة سيارات خفيفة الوزن عملية للسير بيها جوه المدينة بسعر رخيص وأغلب الناس تقدر تشتريه. وهنا بدأت المشكلة، لما هنري حس إن كلامه هو اللي هيمشي على الشركة، قرر إنه يشرف على كل عربية بتتصنع بنفسه، وكل عربية لازم توصل لدرجة مثالية مش طبيعية، لدرجة إن كل عربية كانت بتاخد شهور عشان تنتج. وده اللي خلى المستثمرين شايفين إن هم عمرهم ما هيقدروا يجمعوا فلوسهم أو يحققوا أرباح. وبدأت تحصل خلافات مرة تانية بين المستثمرين وهنري، ومجلس الإدارة بتاع الشركة اجتمع واخدوا قرار ان ما ينفعش هنري يفضل هو المدير التنفيذي للشركة. هنري ما عجبوش الكلام ومشي من الشركة اللي على اسمه، لكن قبل ما يمشي من الشركة طلب ان ياخد حقوق ملكية اسمه مرة تانية، وبعد براءات الاختراع على مواتير هو صممها بنفسه. والمستثمرين ما كانش عندهم اي مشكلة ان هم يتخلوا عن الاسم وبراءة الاختراع لهنري طالما هيخلصوا منه. وساعتها تم تغيير اسم الشركة لشركة كاديلاك، شركة كاديلاك اللي موجودة لحد دلوقتي. وبعد ما هنري حس ان هو السبب في فشل شركتين لتصنيع السيارات، قرر يرجع للحاجة اللي هو بيحبها، يعمل عربية خاصة بيه يصممها بنفسه ويدخل بيها سباقات.
والجدير بالذكر ان في الفترة دي هنري صمم عربية سماها فورد 3 العربية دي اكتسحت كل السباقات اللي دخلتها وكسرت كل الأرقام القياسية اللي كانت في أمريكا وقتها. والنجاح الكبير ده خلى هنري مع مجموعة مستثمرين جداد سنة 1903 ينشئوا الشركة الثالثة لهنري، فورد موتور كومباني. المصنع الجديد بتاع هنري بدأ بداية قوية جدا، بدأ بعربية 2 سلندر 8 هورس باور، وسمى العربية موديل A. العربية حققت نجاح كبير والناس كلها كانت بتحبها، لكن هنري شاف المشكلة اللي خلت مصنعينه اللي فاتوا يقفلوا، وهو ان تصنيع العربيات بطيء جدا. المصنع كان بالكتير بيطلع 3 عربيات في اليوم، لكن كل ده اتغير لما هنري راح زيارة لمذبح في ولاية شيكاغو. المذبح كان شغال بسيستم خطوط الانتاج، يعني الذبيحة متعلقة على سير وبتمشي في طريقها، وفي طريقها بتقف قدام كل عامل يعمل وظيفة واحدة صغيرة. فلما العامل بيبقى متخصص في نقطة واحدة وبيكررها مئات المرات في اليوم بيبقى سريع جدا فيها، وبالتبعية بيسرع قدرة انتاج المصنع. وقرر هنري انه يجرب تجربة خطوط الانتاج في مصنع السيارات بتاعته. فاول حاجة عملها عين عدد كبير جدا من العمال مش لازم يكون عندهم خبرة كبيرة في انتاج السيارات، وعلمهم انت هتيجي العربية قدامك هتعمل خطوة واحدة بس، خطوة بسيطة وسهلة واي حد يقدر يعملها. وخلى الموظفين اللي عندهم خبرة كبيرة يكونوا هم المشرفين على خطوط الانتاج، بحيث يراجعوا ان الخطوات الصغيرة الكتير بتتعمل بطريقة صحيحة. ولما القدرة الانتاجية في مصنع هنري زادت جدا، هنري شاف ان الموردين لقطع الغيار اللي بيركبها في عربيته بقوا مش ملاحقين على الانتاج بتاع هنري، فقرر انه يعمل خطوط انتاج خاصة بيه لقطع الغيار اللي هتركب في عربيته. يعني المواتير بدل ما كان بيبعت الديزاين بتاعها لمصنع ويعمل له المواتير وهو ياخده يركبه في العربية، بقى بيصنع هو المواتير بنفسه، بنفس فكرة خطوط الانتاج، عشان يسرع انتاج المواتير ويسرع تركيبها في عربياته وينتج عربيات اكتر بكتير. الموضوع ما كانش مطبق على المواتير بس، بل كان مطبق على قطع غيار كتير بتركب في السيارة. الفكرة دي خلت مصنع هنري ينجح نجاح مبهر، نجاح تمثل في عربية اسمها موديل تي. الموديل تي كانت عربية رخيصة جدا، عملية جدا وما بتعطلش، وسهلة الانتاج بكميات كبيرة في مصانع هنري. النجاح المبهر ده تمثل ان سنة 1914 هنري فورد كان اكبر مصنع للسيارات في امريكا، هو لوحده اكبر من كل المنافسين في امريكا. يعني لو امريكا بينتج فيها 100 سيارة في اليوم، هنري لوحده بيطلع 50 سيارة منهم، وده اللي خلاه يكتسح السوق الأمريكي بالعربية بتاعته موديل تي. الموديل العظيم موديل تي باع أكتر من 15 مليون عربية، وده اللي كان رقم مش ممكن أي حد يتخيله وقتها. كل الكلام اللي فات كان كلام جميل عن هنري فورد، وقد ايه هو كان انسان عنده حلم وقدر يحقق حلمه، لكن مش عايزين ننسى ان هنري فورد كان عنده جانب مظلم. اقل ما يقال عنه ان كان عنصري جدا ودموي جدا، الموضوع وصل لدرجة القتل. هنحكي بعض التفاصيل دلوقتي. الموضوع بدأ سنة 1919 بعد النجاح الكبير لموديل تي. هنري قرر يعين ابنه مدير للشركة. ابنه كان اسمه إدزل فورد. إدزل كان دارس السوق كويس جدا، وكان عارف ان النجاح اللي فيه شركة فورد دلوقتي مش هيستمر لو الشركة ما طورتش من نفسها. وإدزل كان عنده أفكار كتير لتطوير الشركة وزيادة قدرتها الإنتاجية وزيادة الكواليتي في منتجاتها، لكن كان لازم ياخد موافقة هنري في كل التفاصيل. فمع إن إدزل كان هو مدير الشركة، لا يزال هنري هو صاحب الشركة. وهنري كانت عقليته قديمة شوية، مش عايز يطور من الشركة، وشايف ان الموديل تي بتحقق نجاح فملوش لازمة التطوير. وكانت دايما ردوده بتكون بصوت عالي وعنف لإدزل قدام العمال والمديرين في الشركة، وده اللي كان بيخلي إدزل دايما شكله صغير قدام المديرين، بيحتقروا كلامه وما بيتبعوش أوامره. ولكم أن تتخيلوا حالة المصنع لما العمال والمديرين شايفين ان مدير الشركة ده ملوش لازمة. وبعد ما كانت شركة فورد لوحدها بتسيطر على 50% من السوق الأمريكي، نزلت مبيعاتها ووصلت للمركز الثالث في أمريكا، وده اللي خلى شركة جنرال موتور وكرايزلر هما اللي يسيطروا على المركز الأول والثاني، وشركة فورد نزلت للمركز الثالث. ومع الصدمات الكتيرة اللي حصلت للشركة وعند هنري في كل أفكار إدزل لتطوير الشركة، إدزل اتصاب بأمراض كتير. الأمراض دي كانت سبب من أسباب وفاته في سن صغير، لكن هنري ما قدرش ينكر الوقعة اللي وقعتها الشركة، وقرر تطوير الإنتاج مرة تانية وعملوا شكل جديد من موديل A. الشكل الجديد من موديل A اللي إدزل كان اقترحه على هنري من أكتر من 10 سنين. 10 سنين بيحاول يقنع والده إن لازم يطوروا من نفسهم، ووالده كان أخد الموضوع عند، لكن بسبب الانحدار الكبير اللي وصلت له الشركة قرر هنري إن يسمع كلام ابنه ويطوروا الشكل الجديد من موديل A. الشكل نجح نجاح كبير جدا، والناس تهفتت على شراء العربية، خصوصا ان العربية كان فيها الموتور ال8 سلندر اللي كان من تطوير إدزل، مع ان في اجتماعات مجلس الإدارة هنري ادعى ان هو اللي صمم الموتور ده، وده اللي زود من الدمار النفسي اللي تعرض له إدزل في فترة قيادته للشركة.
لكن المصيبة الأكبر إن أول ما بدأوا إنتاج الموديل A الجديدة وكانوا متوقعين إن هي هتبيع بأرقام كبيرة جدا، دخلت أمريكا في الكساد العظيم. كساد دمر أي قدرة شرائية لأي شخص في أمريكا. أي حد كان عايز يشتري الشكل الجديد من موديل A ما عادش قادر يشتريه. فعايزكم تتخيلوا إدزل كان حاسس بإيه دلوقتي. ببساطة لو كنتوا استمعتوا لكلامي من 10 سنين كان زماننا زودنا المبيعات أكتر من كده بكتير، وكان زماننا قدرنا نقاوم الكساد العظيم ده ونعدي منه بسلام. وبعد ما اتكلمنا عن أول مصيبة هنري عملها بإنه دمر ابنه وجاب له المرض وموته في سن صغير، هنتكلم عن تاني مصيبة حصلت لهنري، والمرة دي في شركته نفسها. وهنكمل من بداية الكساد العظيم. الكساد العظيم بدأ سنة 1929. في الفترة دي بسبب الصعوبات المالية اللي واجهتها شركة فورد بدأت تقلل أجور العاملين عندها، وبدأت ترفض بعض العمال، وده اللي خلى عمال كتير صوتهم يعلى ويفكروا يعملوا رابطة للعمال تواجه إدارة الشركة. وهنري بدل ما يهدي الوضع قرر يعين عمال جداد. ظاهريا هم عمال شغالين في المصنع، لكن في الحقيقة هم بوليس سري تابع لهنري شغالين وسط العمال، بينقلوا له الأخبار وبيعرفوه مين هم القادة بتوع العمال. ولما العمال خدوا بالهم بدأوا يعترضوا بصوت عالي في المصنع، فأمر البوليس السري إنه يبدأ ضرب العمال. ولما العمال ثاروا وبدأوا يعملوا مظاهرات بره المصنع، أمر البوليس السري بضربهم بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي اللي أدى لموت 4 عمال، وده اللي خلى الواقعة معروفة بمذبحة فورد. ودي كانت تاني مصيبة هنري فورد كان السبب فيها. تالت مصيبة كان هنري فورد هو السبب فيها كانت مدينة فورلانديا. في أواخر العشرينات هنري فورد حس إن كمية المطاط اللي بتيجي للمصنع بتاعه لإنتاج كاوتش السيارات بقت قليلة وزاد جودة ضعيفة، فقرر إنه يشتري ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية في البرازيل لزراعة وإنتاج المطاط اللي بعد كده هيتشحن على مدينة ديترويت في أمريكا لصناعة الإطارات وكاوتش السيارات. لكن المطاط ما كانش هو الهدف الوحيد لهنري فورد إنه يعمل مدينة فورلانديا. ولع هنري بالسيطرة وقتها خلاه عايز يعمل مدينة خاصة بيه، مدينة يبقى هو القائد بتاعها. المدينة دي هتكون وسط الأفدنة الكبيرة اللي اشتراها هنري، وهتكون مدينة قائمة بذاتها هيعيش فيها كل العمال اللي شغالين في أشجار المطاط هم وأسرهم. المدينة هيبقى فيها مستشفى ومدارس ومحلات وملاعب جولف، مدينة كاملة متكاملة للعمال اللي شغالين فيها. والقائد الأعلى بتاع المدينة هو هنري فورد. المدينة دي كان عايش فيها أكتر من 7000 فرد، وطالما هنري هو القائد الأعلى قرر يحط هو قوانين المدينة. قوانين كان فيها حاجات غريبة جدا، زي إن مثلا منع لعب الأطفال في الشوارع، ومش بس في الشوارع حتى في البيوت، وعين بوليس جوه المدينة يشرف على تنفيذ كل الأوامر اللي بيقولها هنري. من ضمن الأوامر دي إن ممنوع التدخين في المدينة. وحصل إن مرة البوليس اللي عينه هنري اقتحم بيت أحد العمال في مرة ولقاه بيدخن سجاير، فبدأ البوليس يضرب العامل وأسرته ضرب مبرح لمخالفته للأوامر، لدرجة إن الأسرة بالكامل دخلت المستشفى. هنري كان بيضخ ملايين الدولارات في مدينة فورلانديا عشان كل حاجة فيها تمشي بمزاجه. لكن بعد ثورة كل العمال اللي شغالين في فورلانديا على هنري فورد وعلى سياساته القمعية، وبعد إصابة المنطقة بوباء موت عدد كبير من سكان المدينة، هنري فورد تأكد إن جنون العظمة كان غلطة خسرته فلوس كتير، واضطر يبيع المدينة ومزارعها للحكومة البرازيلية مرة تانية ب$250,000 بس، وده اللي كان يعتبر جزء صغير جدا من الملايين اللي ضخها هنري فورد في المدينة. ودلوقتي هنتكلم عن رابع وأكبر مصيبة هنري فورد كان هو السبب فيها. مصيبة كانت بسبب اليهود. هنري فورد كان دايما معروف بكرهه لليهود، لكن كرهه دوت زاد جدا بعد قيام ألمانيا النازية. هنري مول صحف وكتب كتب كلها بتتكلم عن كراهية اليهود، وإن لازم التخلص منهم بشكل من شكلين، إما بالقتل أو بإن نجمعهم في مكان واحد تبقى الدولة بتاعتهم بعيدة عننا. تقدروا تخمنوا الدولة دي كانت إيه؟ وده اللي كان غريب جدا. فورد كان بيكره اليهود لكن في نفس الوقت عايز يبقى ليهم دولتهم، لكن ده ما منعش إن إدولف هتلر كان شايف في فورد حاجة عظيمة جدا، وإن كتاباته مصدر إلهام، لدرجة إن هتلر كان معلق صورة فورد على الحيطة اللي مخصصها لعظماء العالم في المكتب بتاعه اللي في بيته. هتلر من كتر حبه في هنري فورد وإعجابه بكتاباته كان بيوزع الكتب اللي كتبها هنري فورد عن كراهيته لليهود في ألمانيا. وفي 1938 قرر هتلر يدي هنري فورد أعلى وسام شرفي ممكن الدولة الألمانية تديه لأجنبي، وهو وسام الصليب الأعظم
للنسر الألماني. مش بس كده، حتى مصانع هنري فورد اللي كانت في ألمانيا وكانت تحت سيطرته وقتها بدأت توقف الصناعات المدنية وتركز على الصناعات العسكرية لألمانيا النازية. تقارير الجنود الأمريكان اللي دخلوا ألمانيا كانوا بيقولوا إحنا كنا مستغربين لما لقينا إن أغلب السيارات النازية عليها علامة فورد. في سنة 1943 مات الابن الوحيد لهنري فورد، إدزل فورد، وفي تصريح لحفيد هنري فورد وابن إدزل قال إن هنري هو اللي وصل ابنه للموت المبكر بسبب الضغوط النفسية والعصبية اللي كان بيحطه فيها. وبعد سنين بسيطة سنة 1947 هنري فورد نفسه مات. وقبل ما يموت هنري كان سعيد إن اليهود هيبقى ليهم دولة مستقلة بعيدا عن أمريكا وألمانيا. ياه لو يعرف اللي بيحصل دلوقتي. وده كان فيديو النهاردة عن قصة حياة هنري فورد. أتمنى لو عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتسيبوا آراءكم في الكومنت لو في توبيك عايزين نتكلم فيه. أشوفكم الفيديو الجاي.